ابطال اليوتيوبرز، وكالعاده عندنا فكره جديده وتحدي جديد ولاول مره من ارض الملعب. وفي فيديو النهارده يا جماعه 5 فرق من اليوتيوبرز واصحابهم، وكل فريق هيدخل مجموعه من التحديات في الملعب ضد الفرق التانيه، والهدف انه يحاول يجمع اكبر عدد من النقط، واكتر فريق هيجمع نقط هيكون الفايز بالجائزه الكبرى. وقريب هيكون في دوري ابطال الجمهور اللي انتم ممكن تشاركوا وتنافسوا فيه على جوائز ضخمه، فما تنساش تشترك في القناه وتتابعني على الانستجرام عشان تعرف كل التفاصيل قريب جدا. ودلوقتي يا جماعه التحدي الاول معانا وهو ضربات الجزاء، واول فريق هيبدا هو خربوش شاي. ايوه بقى، حلو اسمه على فكره. طيب معانا يا جماعه ادهم بوجو، كونتنت كريتور، وطبعا اللي ما يعرفوش المحقق بوجو، وراجل عنده سابق اعمال عالميه مش هتكلم عنها بقى، هو الراجل جاي يخلط على طول. ومعانا يا جماعه الراجل ده صديقي في الملاعب، مهند، راجل عالمي وجربت لعبه قبل كده. انت حاطنا في ضغط ان احنا لازم جدا جدا تمام. طب انتوا كل فريق لازم يبقى ليه اسم وليه شعار نادي، انتوا ايه شعار النادي؟ بوكا جونيورز. ايه ده اشمعنى ايه العبث ده؟ عشان الروح. جرينتا كده. هو ده مع خربوش شاي هتكسر الدنيا. حصلت المجموعه. طيب احنا دلوقتي كل فريق هيشوط 5 ضربات جزاء، ده معناه ان في واحد هيشوط ضربتين وواحد هيشوط 3 ضربات. هو شوط 3 ايه ده ايه ده ايه ده ايه قابل بقى. مش واحده انا مغمض عيني. قابل. لا انا بهزر. قابل. مش في المونتاج كده. وعموما طبعا يا جماعه احنا معانا الحارس العالمي، الحارس العالمي ادهم يا جماعه، اللي كان موجود معانا في الفيديو بتاع سيف، حارس رائع. بس النهارده هنختبره بكذا شكل بقى، فربنا يستر عليه. ويلا بينا على التحدي الاول. ما تخش على الحاجات دي والنبي. ايه؟ ما تقعدش اعمل الحاجات دي والنبي. بتفضل. لا 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 باشا، ده كونتنت. يا اسطى بيوترني. يلا يا جماعه الشوطه الاولانيه مع ادهم بوجو. يا اسطى بطل. يلا يا دي اللعيبه، حلوه 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 حلوه. كلمه. ودلوقتي يا جماعه عندنا مهند اشول، ما اعرفش في كام واحد اشول هنا، بس هنشوف ايه الكلام. استنى. هتجيب. يا دي اللعيبه، ضاعت. ايه بقالك صعب ابرمك. كده سجلوا واحده وضيعوا واحده، ودلوقتي دور بوجو تاني علشان يشوط. ما توترش. الجمله دي موتره لوحدها. ادهم بوجو. واحده في السكه ورا بعض صعبين. يا انت خربوش الشاي فيه اشاره خشب صح؟ حد اعمل لي حاجه فيه. وخلوا بالكم يا جماعه، خلوا بالكم ان اللي بيشوط 3 كور في تويست في الاخر هيحصل هم ما يعرفوش، بس يلا بينا نشوف. والشوطه الرابعه. اوه! وايمانا منا يا جماعه بمبدا تكافؤ الفرص والحظوظ، طبعا انت هتشوط 3، ده مش معناه ان انت هتشوط 3 عادي، زميلك هيضطر يختار واحده من دول عشان تشوط بيهم، سواء تشوط بكره التنس او بكره اليد، او تلبس دي وانت بتشوط الكره العاديه. فمهند هتختار له ايه؟ لا اتقل. انتوا فريق على فكره، المفروض تساعدوا بعض. دي خفيفه، دي صغيره، دي مش هيبقى شايف. دي حاسه هوا شويه. لا خلاص هو اختارها يا اسطى دي هوا هتطير يا غبي. هات الصغيره مش عارف. خلاص خلصت. هتطير اختار يا جماعه، اختار كره اليد، كره خفيفه جدا جدا جدا، فهي هتبقى هوا، بس هي ممكن تساعده عشان صغيره، فهنشوف. بره استنوا كده هتطلع بره. هتطير. طبيعي هتطير. وبكده يا جماعه يكون فريق خربوش شاي سجل 2 بس من اصل 5، ما توقعتهاش بصراحه. ويلا بينا نشوف الفرق الثانيه. احنا توقعناها عادي. والفريق الثاني معانا يا جماعه نجم التعليق العربي والاوروبي في كل الدول العربيه، زياد الدكروري وزميله. الو عمور، اسم فريقك ايه؟ انا اسم الفريق البعروسي، فرقه البعروسي. باش دي شتيمه دي ولا ايه دي يا معلم؟ نعمل كات بقى، نمنتج ولا ايه؟ ده ايه ده، نيك نيم ده ولا ايه؟ ده النيك نيم بتاعنا. طب اتمنى يكون الفريق اللي انتوا حاطين اللوجو بتاعه يكون حاجه ايه بقى؟ سوانزي سيتي. ايه الحناكه دي؟ سوانزي فريق مغامر في الدرجه الثانيه. فريق مغامر بس هو في الدرجه الثانيه. ان شاء الله يصعد الموسم الجاي باذن الله. طيب مين فيكم اللي هيشوط ال3 شوط ومين اللي يشوف فيك هيشوط 2؟ اسس هيشوط ال3. هشوط 3، ثقه في الله نجاح. انت الاثنين. انا واثق. كده 5 بوينتس مضمونين. هو اللي قال انا ماليش دعوه، ويلا بينا. جاهزين يا باشا. والشوطه الاولى يا جماعه لفريق البعروسي. انا محرج وانا بقول اسمه، ولكن الشوطه الاولى. يلا بس. حلوه. كالم. الفريق داخل بثقه، انا عجباني الثقه دي بصراحه. تمام، دلوقتي دور زياد.
اوه حلوه 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 هنجيب الجاي هنجيب الجاي حلو كنت تفوق. كريدتس للجون بصراحه. يلا. ودلوقتي يا جماعه الشوطه الثالثه ولحد دلوقتي سجلوا كره واحده بس اسقس. يلا يا اسس. اوه ولا قويه دي قويه، ما تتجابش صعبه قوي. مع ان الجون راح عليها ما بس الكرة كانت تتحدانيش. حلوة قوي قوي قوي. ودلوقتي دور زياد والكره الرابعه. لا 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 مليونير ولا. ودلوقتي جه وقت الاختيار. البلايند فود ودي طبعا صعبة أوي طبعا يا تتشطر جماعه على انا عشان شخص ديمقراطي جدا فانا ما قلتش ان الشخص اللي هيلبس دي هيضطر يرجع 3 خطوات لورا علشان يشوط الكرة. اتفضل يا باشا. يا نهار اسود يا نهار اسود. اهو ادي خطوه 2 3 بس كده. ماشي يا اسس. بص طبعا يا جماعه طبعا انتوا بتعرفوا كل شويه حاجات جديده فتمام. الكرة الخامسه يا جماعه. استر. يلا انت بيرجع تاني. يلا هوب. وبدايه عنيفه جدا يا جماعه لفريق البعروسي. 4 كور من اصل 5. بدايه عالميه. والفريق الثالث معانا يا جماعه نجوم الاستريمنج والتالق. ايوه شيرين ايوه وعمرو عامل ايه؟ اسم الفريق ايه؟ ايوه ايه يا ابني البلطجه دي؟ يا ابني هو اسمه ايوه يا ابني انت ايوه سلوجان. كل حاجه ايوه ماشي. طيب اللوجو بتاع الفريق مانشستر سيتي. ايه ده؟ انا قلت برشلونه. لا اصل انا سايب برشلونه لواحد زميل ليا اخويا اللي يعني. زميل معانا هنا برضه. يعني فلازم ياخد فرصته برضه. طب في حد السيتي بيشجع السيتي او حاجه؟ ده بجد انا ما- ايجيبشن كي دي في. ده بجد إيه ده بجد والله؟ ده اسمه كده. انت اللي هو شبيه اللعيبه والحاجات دي ولا مالهاش علاقه؟ لا مش. طيب مين فيكم هيشوط الثلاثه ومين هيشوط الاثنين؟ ان شاء الله عمرو سامي. هو هيشوط الثلاثه؟ اه ماشي. طيب يلا بينا يا جماعه على الشوطه الاولى للفريق الثالث. ودلوقتي يا جماعه الشوطه الاولى لفريق ايوه. يلا بينا. ايوه يا انا ساتر يا ساتر. ولكن هنرجع للفار لان الحركه دي اتلغت من الستينات. ممنوع تهوش. إيه؟ ممنوع ما تهوش. هوش ما هوش بطأ حركته. انا حكم مرتشي وظالم. مبسوط كده يا واسكو. شايف التطبيل. يلا والكره الاولى يا جماعه تتعاد. يا ولد. ودلوقتي يا جماعه الشوطه الثانيه لعمرو ايوه. وفي العادي يا جماعه عمرو ايوه بيضيع ضربات الجزاء في FC 25 فهل هيسجلها في الواقع ولا لا؟ هيبان دلوقتي. الله لا 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 لا. ايوه انا حاسس ان في ايادي خفيه بتلعب في مع الجون وانا مش مرتاح للوضع ده. يلا والشوطه الثالثه يا جماعه لفريق ايوه. عمرو واثق فيك. يلا يا ولد. طب بالله عليك يا اسطى انت خسران ايه؟ انت خسران ما لا تسيبها يا عم. لا عايزين نفرح يا عم. محاولات ده انت غريب رشوه جدا. للحكم. يعني دلوقتي انا وللجون، هكسب. ولكن بس معاك جايزه هديك شاورما فاهم هتمشي. دلوقتي يا جماعه الكره الثالثه الجره الرابعه لفريق ايوه وسجلوا كورتين بس لحد دلوقتي. يلا بينا. وسيناريو غير متوقع بالمره. كانت بدايه حلوه ليهم ولكن خيشت منهم على الاخر. ودلوقتي تعال نشوف التحديات ليهم. وطبعا يا جماعه لان انا حكم فير وعادل وحقاني جدا انتوا شطوا 2 وضيعتوا 2 صح؟ اذا هنحتكم للجمهور يا جماعه هو اللي هيختار التحدي الثالث لاني حكم نزيه والكونتنت اهم من اي حاجه. يلا يا جماعه هنختار ايه؟ نجرب. كله عايز التنس. مش عارف شو التنس. شوفوا يا جماعه بص بقى تعالى بص بقى الحكم هنا. دي محاولات للتلاعب. ما جوه انت البتاع يا دلوقتي حبيبي. هنا هي عادي. لا الكوره هنا هو الابيض. خلاص ما دام محيطها كله بالبتاع. يلا يا جماعه يلا مفيش مشاكل. والكوره رقم 5 لفريق ايوه. يا ولد ايوه يلا بينا. وبكده يا جماعه يكون فريق ايوه سجل 3 كور من اصل 5 مش وحش. ودلوقتي يا جماعه الفريق الرابع معانا وهو فريق ششتاوي
عمر يا جماعه انا عارف عمر، بس قلت لازم ادي الراجل السكسي بتاعه. اسم الفريق ايه؟ الملكي. ايوه بقى انا قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ انا بشجع ريال مدريد طبعا، فالملكي والراجل ده فود بلوجر قد الدنيا بلبن بقى. انا قلت انت عشان بلبن بقاله حبه يا جماعه الستوريز مغرقه بلبن وقشطوطه ومشطوطه والكرش دهن والدهنين احنا سمينا بقى الملكي. الملكي. طب اللوجو بتاع النادي مش محتاج يعني، الابيض ابيض يعني الملك وابيض وبتاع ريال مدريد معلش يعني. ماشي طيب مين فيكم؟ احنا هنجيب 5. انا بقول لك هنجيب 5 ان شاء الله. هنجيب 5. مين اللي فيكم 3 ومين 2؟ هو 3 وانا 2. هو 3 وانت 2. طيب الجمهور يحب يبدل؟ نبدل شيشة 3. ماشي ممكن ايه انت الثلاثة اصلا؟ ماشي عادي. وبكده يا جماعة يكون ششتاوي هو الثلاثة وعمر هو الاثنين، علشان انا حكم فير ونزيه وكله من اجلكم. يلا يا باشا. بس ده التحدي الوحيد اللي هيبقى ما تيجي تاخد الصفارة مكاني. دلوقتي يا جماعة الششتاوي والشوطة الأولى. يلا يا باشا روح. لسه بدري. خش جيب انت انا هجيب اللي بعدها. ودلوقتي يا جماعه الشوطه الثانيه مع عمر انت اشول صح؟ انت اشول. ودي يا باشا. ورا فعلا رجلك. طب بترزع ابوها. تعالى بس اقول لك على حاجه. ما قلتش حاجه. تعالى اقول لك بس. ما قلتش حاجه. 5 ها؟ ما قلتش حاجه. وعلى احنا هنجيب 5. يلا بص بقى دي دي الشوطه الثالثه يا جماعه دلوقتي الششتاوي. يلا يا شاشة يا اسطورة. ايوه يا شاشة. هو مش عايز ليه ده؟ هو ليه جفع علينا بجد والله؟ هو ليه جاي فوق علينا بجد؟ بقول لك ايه يا باشا خليهم يلعبوا الكرة الأخيرة وهم مش شايفين، هم كده مش شايفين. هو انت قايل له يا اسطى؟ قايل له ايه يا ابني؟ انت ما شفت كان بيعمل ايه معاهم؟ قد تظن يا صديقي ان الفريق ده خلاص كده في الشلاحه وفي الجلاشه، بس في فريق اسوأ منهم اللي هو فريق خربوش متعادلين مع ده لو جبنا الاثنين الجايين. احنا لسه في تحديات كتير، وخلي بالك انت في تحديات هتعرف تاخد نقط من الفريق الثاني، فلسه بدري كلمه، لسه قدامك 2. يلا بينا. يلا عمر. احلى وضاعت. حلوه. لا يا جماعه الراجل ده جازز يا جماعه وقافش. دلوقتي يا جماعه الكوره ال5 لششتاوي، بس هقول لكم على حاجه، تديهم فرصه ان هم يختاروا مين اللي يشوط. احنا نختار. الحارس اللي يختار. الحارس اللي يختار. طيب الحارس اللي يختار. انت بتحب عادي جدا. بالله عليك تختار مين اللي يشوط. لو بتحب الشاشة مش هتختار. لو بتحب الشاشة فعلا تختار مين اللي يشوط بقى عادي، يعني اللي يسجل فيك. يا اسطى لا خليها اسجل عشان ما جبتش ولا واحده. خليها اسجل. ما جبتش ولا واحده. شيشتا بيتحدى ولازم يسجل ضربه جزاء. ودلوقتي يا جماعه ششتاوي الشوطه ال5. بلاش قوة شاشة. يلا بينا. وفريق الملكة يا جماعه عمل كومباك ابن لذينه. ثقتهم اتهزت في نفسهم جامد، يا رب ده ما ياثرش عليهم في التحديات الجايه، ولكن هم وفريق خربوش شاي متعادلين. يلا بينا على اخر فريق. ودلوقتي يا جماعه الفريق الخامس والاخير، عرفونا بنفسكم يا شباب. تعريف بسيط بس كده، انا من محله وهو اسمه غزال، فالفريق اسمه غزل المحله. الله يا جماعه. الله كرييتيف. طب واللوجو بقى بتاع الفريق برشلونه. يعني ازاي يا جدع؟ طيب يعني ما سندوتش ايس كريم. ايوه ارجنتين مصر. تمام جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا باشا. شفتوا تألق الفرق اللي فاتت؟ فاشلين كلهم فاشلين. طيب سؤال فني، مين هيشوط الثلاثه ومين هيشوط الاثنين؟ اي حاجه تشوط انت الثلاثه. براحتك يا كابتن، انت كابتن الفرقه. الله يا جماعه. الله غزل المحله 3 و2. ماشي يلا يا باشا روح. والشوطه الاولى اعزائي المواطنين. ايوه بقى لعيب كبير يا جدعان، لعيب كبير يا ابني، لعيب كبير. حلو بصراحه. خلي بالك ان موسكو ما بيضيعش رانك 1 في اف سي 25، ما بيضيعش ضربه جزاء في اف سي 25، فهل هيسجل في الله؟ هيبان. يلا
وحشه وحشه وحشه. عادي خالص يا باشا، عادي خالص يا باشا، عادي. هو الراجل ده جاي يتعلق علينا؟ ودلوقتي يا جماعه الشوطه رقم 3 لغزالي. يلا. انا ما رضيتش ازعلك، انا ما رضيتش ازعلك اللي على البوابه، ما رضيتش ازعلك والله. انا بحب البلد، انا بدي ازعلك. ما رضيتش ازعلك. انا قايل لك بره يا ابني اصل احنا لو جبنا ال5 مش هيبقى فيه تنافسيه. كده يا جماعه 3 جابوا منها واحده بس. انا عاجبني ان اي فريق بيقول احنا هنجيب 5 بيقلع مره. استنى لا 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 انت كده لا بتوترنا. ارجع حضرتك في صفاره. احنا دافعين انتاج ماشي، وحاجات. ماشي. يلا شوت. انت في ايه يا عم؟ هو في ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس انت ما خدتش بالك منها. ايه؟ على فكره هو ناطط ونايم على الاتجاه اللي هيروح فيه من قبل ما ممكن. طب ما كده غلط على فكره، كده تعاد. ايه اللي تعاد؟ لا 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 طلع رجله معلش. لا لا معلش. هو مقري. لا يا جداً حبيبي. جدا مفيش الكلام ده. ايه يا عم في ايه يا عم؟ امال ما كناش متفقين قبل الله. ودلوقتي يا جماعه نحن على موعد اننا نشوف اسوأ فريق في المجموعه. لا عيدي حل دي عشان بلاش ده. ودلوقتي ايه يا عم انت جايب كورتين يا عم؟ ودلوقتي يا جماعه فريق غزل المحله يعني للاسف ممكن يكون اقل هنهبط فريق. هنهبط. فدلوقتي يا شباب عندكم تحدي. اختار يا باشا هيلعب ما بيه. ينفع المس الكوره دي؟ لا ما تلمسش حاجه. اختار من غير ما انا تلمس. واثق فيك خد بالك. هختار اني واحده من بعيد. يلا الثقه الثقه. تعالى هنا بس الاول ايدك كده. بس كده. رايح فين يا ابني؟ صلي على النبي صلي على النبي. ارجع بقى. 1 2 3 بس خلاص. ودي يا باشا. ودلوقتي يا جماعه الشوطه ال5 والاخيره والراجل بلايند تماما. يا ابني باصص لفوق يا بشر. ما ترفعش راسك، ممنوع ترفع راسك. اوكي. حلوه يا ابني اللعيبه حلوه. ودلوقتي يا جماعه يكون فريق البعروسي هو اعلى فريق مسجل اهداف وجايب 4 تجوان، ولكن للاسف العضو الثاني في فريق البعروسي اضطر يمشي، فهنعمل تبديل سريع كده وهيدخل عضو جديد هعرفكم عليه كمان شويه. ولكن اسوأ فريق كان غزل المحله، سجل واحده بس من اصل 5، بس لسه عندنا تحديات كتير ويلا بينا على التحدي الثاني. والتحدي الجاي يا جماعه هيكون اصعب شويه. كل فريق هيضطر ان هو يجري من نقطه السنتر لحد الجون، ينفرد بالجول ويسجل في 10 ثواني بس، وكل فريق ليه محاولتين بس، يعني كل واحد ليه محاوله. جاهزين يا جدعان؟ يلا بينا مع الفريق الاول. واللاعب الاول يا جماعه اللي هيكون معانا هو مهند من فريق خربوش شاي. 1 2 ثانيتين 3 ثواني 5 ثواني 6 ثواني وجابها في ال8 ثواني. ومهند يا جماعه عمل حركه صح ان هو زق الكوره جامد قوي وجري وراها سبرنت، لانك لو فضلت تزق الكوره بالراحه هتعدي الوقت. وخلي بالك ان هو بالسرعه دي كلها عملها في 8 ثواني بس، كان ناقصه ثانيتين. فهنشوف اللعيبه الثانيه هتعرف تعملها ولا لا. يلا بينا. 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني. اوه نايس. وبكده يا جماعه يكون فريق خربوش شاي سجل واحده بس. هم فاكرينها سهله بس هي بجد صعبه. ودلوقتي يا جماعه احنا قلنا ان هيبقى فيه تبديل في فريق البعروسي، فرحبوا معايا يا جماعه بجيمي على العضو الجديد. جيمي بقى. ايوه يا جيمي. انت اللي هتبدا؟ انا اللي هبدا. اضربوها يا رجاله. ثلاث ثواني 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني. حلوه. واللاعب الثاني يا جماعه في فريق البعروسي زياد الدكروري. 1 2 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني 8 ثواني وضاعت. ودلوقتي يا جماعه الفريق الثالث فريق عمرو ايوه. وخلي بالك ان الفرق كلها دلوقتي لحد دلوقتي متعادله، فهم كانوا فاكرين التحدي سهل بس هو مش سهل زي ما قلت لكم. وعمرو ايوه 1 2 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني 8 ثواني 9 ثواني 10 ثواني. خلصت يا ابني اللعيبه. ايه يا باشا ايه انت 8 ثواني. لا يا باشا انت 8 ثواني والله. شوف بعدها والله 8 ثواني. للاسف عدت ال10 ثواني قبل ما يشوط الكوره يا جماعه.
للاسف انا بتاسف، انا اسف يا عمرو والله، بس هي بجد عدت 10 ثواني قبل ما يلمس الكوره حتى. دلوقتي التيم ميت التاني هل هيسجل ولا لا؟ خلي بالك ان كل فرقه مسجله واحده بس، فعادي يكونوا متعادلين. فيلا بينا. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 جون. ودلوقتي يا جماعه فريق الملكي اللي متالق وعامل قلق في بيت الزواحف، وهنبتدي بعمر. جاهز يا عمر؟ 1 2 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني. نايس نايس نايس. ودلوقتي اللاعب الثاني لفريق الملكي، وعندهم فرصه ان هم يبقوا الفريق الوحيد اللي سجل نقطتين في التحدي ده. وششتاوي جاهز؟ 1 2 5 ثواني. عادي يا ششت، عادي عادي، يلا يلا. حلوه ششتة. ودلوقتي يا جماعه معانا الفريق الاخير وهو غزل المحله وموسكو اللي هيبدا. جاهز يا موسكو؟ 1 2 صعد. ايوه موسكو، روح على موسكو. يلا يا اسطى، شوت شوت شوت. يا ربي ليه يا ربي ليه 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 يا الله اكبر اعتراض يا ربي ليه. واخر لاعب يا جماعه هيشوط معانا دلوقتي من فريق غزل المحله. جاهز؟ 1 2 وايمانا منا يا جماعه بمبدا المساواه والعدل، وعشان احنا جايين نعمل كونتنت، وبان الشباب تقريبا كلهم اتعادلوا في التحدي ده، فهندي فرصه للناس اللي ضيعت كلها ان هم يسجلوا تاني، ما عدا اخر فريق هيختار لاعب واحد بس عشان هم الاثنين ضيعوا. فكده نخلي الناس اللي ضيعت يبقى عندها فرصه في التحدي ده. ويلا بينا. ودلوقتي يا جماعه الفريق الاول هيكون معانا فريق هو خربوش شاي وبوجو اللي ضيع. فبوجو جاهز؟ يلا بينا. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نايس. 10 كانت جوه الجون. ولعل الفرص الثانيه يا عزيزي تكون فرص احسن، وفعلا بوجو سجل الكره دي، وكده فريق بوجو جايب النقطتين. دلوقتي الفريق اللي معانا هو فريق البعروسي، دايما البعروسي سوانزي سيتي، وما اعرفش بيعملوا طقوس في ركبه تقريبا، انا مش عارف هم بيعملوا ايه. بس جاهز يا زياد؟ جاهز؟ يلا. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ضاعت قبل 10. خلصت. الفريق الثالث معانا يا جماعه هو فريق عمرو. جاهز؟ 1 2 3 4 5 6 7. خلاص احنا كده انت عندك مشاكل في الانفرادات. ودلوقتي يا جماعه الفريق الرابع وششتاوي هو اللي ضيع. هل هيسجل تاني ولا لا؟ جاب كرة في العارضه حلوه قوي، ولكن هيبان دلوقتي. جاهز يا ششتاوي؟ يلا. 1 2 2 3 4 5 6 7 8. ودلوقتي يا جماعه الفريق الخامس غزل المحله، وهم ما شاء الله ضيعوا الاثنين، فموسكو هو اللي هيدخل. جاهز يا موسكو؟ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. جوه الجول. الله 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 يا بلاد، الله الله يا بلاد. هي بقى فشلت. كأنه المركز الاخير. وبكده يا جماعه يكون خربوش شاي هو اللي كسب في الجوله دي وسجل علامه كامله، جاب الجولين والباقيين كلهم ضيعوا. لكن الفايز لحد دلوقتي في المجموع هو فريق البعروسي وجايب 5 نقط، ووراه على طول خربوش شاي. يلا بينا على التحدي اللي بعده. والتحدي الاخير معانا يا جماعه 1 هجوم و1 دفاع، واللي هيحصل كده يا باشا زي فيديوهات الاجانب، واحد هيهاجم والتاني هيدافع. لو المهاجم سجل هياخد نقطة، لو اللي بيدافع طفش الكورة هياخد نقطة زيادة. ودلوقتي عايز واحد من كل فريق يجي ناحية الشمال، واحد من كل فريق يجي ناحية اليمين. لا خليكوا كده يلا يا شباب، اسرع اسرع اسرع.
ودلوقتي يا جماعه الفريق اللي على اليمين هو اللي هيهاجم والفريق اللي على الشمال هو اللي هيدافع. ودلوقتي يا جماعه هنشوف الفريق الاول اللي هيهاجم هيكون فريق البعروسي هيهاجم الاول، والفريق اللي هيدافع قدامه هيكون فريق المحله. وتاني فريق هيهاجم هيكون خربوش شاي هيهاجم، واخر فريق هيدافع هو فريق الملكي، وفريق ايوه هنشوف في الاخر هنعمل فيه ايه. ولد ماشي يلا بينا يلا ولد يلا يا شباب. دلوقتي فريق غزل المحله هيهاجم على فريق البعروسي. يلا اوه ومفاجأة يا جماعة، غزل المحلة جاب 3 نقط والبعروسي ما جابش ولا نقطة، وكده ممكن يتعمل عليهم كامباك عالمي. يلا بينا على آخر شوط. يا ولد جرينتا يا شباب، سلموا على بعض. نايس. كده يا جماعة غزل المحلة يكون جاب 3 نقط والبعروسي جاب نقطة واحدة ويعزز مركزه في المركز الأول. يلا بينا على بعض. ودلوقتي يا جماعه فريق خربوش شاي بقياده ادهم بوجو هيهاجم قصاد الملكي، وششتاوي هو اللي هيدافع. يلا بينا. جول دلوقتي يا شباب خربوش شاي عنده فرصه انه يطلع المركز الاول لو مهند عرف يصد الكور دي. خلوا بالكم عمر مهاجم جامد جدا، ولكن مهند تقيل قوي في الدفاع وهو اصلا بيلعب مدافع، فهل هيعدي منه ولا لا؟ شباب هتلعبها له، العبها على الارض بعد كده اتحرك. فاول هتتعاد. يا ولد. ودلوقتي يا جماعه الكوره الاخيره لفريق الملكي، ومهند هتصدها ولا ايه؟ وبقينا يا جماعه ناقص فريق واحد بس وهو فريق عمرو ايوه. فاللي احنا هنعمله ايه ده؟ في ايه ده؟ واللي احنا هنعمله يا جماعه ان فريق عمرو ايوه هيهاجم ويدافع قصاد فريق وهمي من الاربع فرق دول. فالفريق اللي هيلعبه عمرو ايوه هو فريق خربوش شاي. في حال ان عمرو ايوه سجل فهتحسب له النقط، في حال ان هو دافع هتحسب له النقط. الفريق الثاني لو سجل او دافع مش هيتحسب له نقط، وساعتها هنشوف مين الكسبان. ودلوقتي يا شباب عمرو ايوه قصاد الفريق الوهمي خربوش شاي. ضاعت. نايس. يلا بينا تاني كوره يا جماعه الفريق عمرو ايوه دلوقتي. نايس. ودلوقتي يا جماعه بوجو هيهاجم وعمرو هيدافع، ولكن بوجو لو سجل مش هتتحسب. عمرو لازم يدافع علشان ياخد نقط. 1 2 مش فاول. لعب على الكوره الاول. نقطه لعمرو. اخر هجمه واخر نقطه ممكن تكون لعمرو وفريق عمرو ايوه. يلا
وبكده يا جماعه يكون فريق عمرو ايوه خد نقطتين، ودلوقتي هنحسب ونشوف مين الكسبان. وعلى قد ما انا كان نفسي يا جماعه ان الفرق كلها تكسب، ولكن الثلاث فرق دول هم اللي معاهم 6 نقط ودول المركز الاول. علشان كده هنلعب دلوقتي ضربات جزاء ما بين فريق خربوش شاي، فريق البعروسي وفريق عمرو ايوه. وضربه الجزاء الاول لفريق خربوش شاي بوجو. يلا يا جماعه الفريق الثاني فريق البعروسي، وزياد داخل بشماله. اوه حماس حماس ألف. يلا دلوقتي فريق عمرو ايوه. يا رب يا رب يا رب. محمد صلاح، محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب اقول بس يا جماعه، حابب اقول ان كل الشباب اللي الفرق دي يا جماعه وكل صناع المحتوى موجودين، هتلاقوا الروابط اللينكس بتاعتهم بتاعت كيك، كلهم ستريمرز جامدين فشخ، فروحوا اعملوا لهم فولو هناك. و دلوقتي يا جماعه مهند يسجل، لسه يبقى عنده فرصه انه يكمل. مهند ضيع، مهند بره التشكيله الاساسيه، ويلا بينا. اوه هارد لك يا جماعه لفريق خربوش شاي، الفريق المركز الثالث لحد دلوقتي، فريق المركز الثالث. و هنا بقى بص اللقطات، القط اللقطات دي، القط اللقطات دي. بيرشوني يا كابتن، يا كابتن بيرشوني. شباب دلوقتي جيمي ضيعها، فريق عمرو ايوه كسب اوتوماتيك. لو سجلها يبقى لسه هيشوطوا الشوطه الاخيره دي، ممكن تكون اخر شوطه في الفيديو. شباب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الشوطه الاخيره من جيمي. حلوه. حلوه بس الصراحه. يا رب. دي يا جماعه قد تكون اخر شوطه في الفيديو، دي ممكن تكون اخر شوطه في الفيديو. فريق عمرو ايوه ممكن يكون خلصها، ما كانوش بادئين بدايه حلوه ولكن وصلوا للاخر. لو سجلها خلصت، لو اتعادت او لو ضاعت هيبقى لسه في شوطه كمان. محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح والدموع، محمد صلاح. يا رب يا رب. والكرة الأخيرة من عمرو أيوة. محمد صلاح. يا رب يا صلاح. محمد صلاح. الله يا بلاد، الله يا بلاد، الله يا بلاد، الله يا بلاد، الله أكبر، الله أكبر. وبكده يا شباب اخلط يا باشا، اخلط يا باشا. وبكده يا جماعه يكون فريق عمرو ايوه هو الفريق الفايز، وكل واحد هيكسب 5000 جنيه، يعني 10000 جنيه للفريق الفايز، وهديه مقدمه من ريزر للستريمر عمرو ايوه. لايت ستريبس يا باشا علشان اضاءتي الصراحه، علشان الاضاءات. ويا جماعه اداء ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو تحديات، تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشارك معانا في التحديات الجايه. انا بكمل الفيديو. شكرا يا كابتن باشا للفرصه العظيمه دي. عمرو ايوه يا جماعه على كيك، والشباب كلها على كيك يا جماعه. شرفتونا يا جماعه والله يا شباب، ونشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. سلام.